كده. هو انتوا فاهمين حاجه من اللي انا بقوله؟ طيب تعالوا نتكلم من البدايه واقول لكم ايه هي شخصيه السيجما. السيجما بيقول لك انا مش قائد بس ما حدش يقدر يقودني، انا مش عايز اعجبك بس غالبا انت هتعجب بيا، وبرده انا مش اجتماعي بس انا فاهم الناس اكتر من نفسهم. بمعنى ان السيجما مش بتاع خروجات كل يوم، مش بتاع ان هو يبقى في جروب، ولا بتاع ان هو يصور كل لحظه في حياته عشان الناس تقول عليه ان هو واو وكده. هو ممكن اصلا يختفي اسبوع وترجع تلاقيه عامل انجاز مكسر الدنيا، وفي الاساس اصلا هو مش مهتم ان هو يقوله، انت هتعرف الانجاز ده بالصدفه. طيب تعالوا نعمل مقارنه بسيطه بين السيجما والالفا والنرجسي. الراجل السيجما ما بيحبش الانظار، بالعكس هو بيهرب منه، لكن الالفا والنرجسي بيعشقوا ان هم يكونوا تحت الانظار. السيجما ثقته في نفسه عاليه جدا لكن هاديه، الالفا ثقته دايما بصوت عالي، لكن النرجسي عنده ثقه وهميه. وطبعا احنا شرحنا الكلام ده في فيديو قبل كده، كنا عاملينه فيديو لوحده بيتكلم عن الشخصيه النرجسيه، تقدروا ترجعوا له وتتفرجوا عليه، فيديو مهم جدا. طيب نرجع للمقارنه بتاعتنا. السيجما بيسمع للناس، بيفهمهم وبيعرفهم كويس قوي، بس هو بيفضل ساكت ما بيتكلم. هو بس بيتكلم في حاله واحده لو حد طلب منه ان هو يقول رايه، غير كده هو ملهوش علاقه. الالفا بيوجه ويتكلم، لكن الشخص النرجسي هو بيستخدم الناس اللي حواليه وبيستغلهم فقط. في الحب السيجما مخلص وعقلاني، لكن الالفا غيور واحيانا متحكم. طب والنرجسي ما بيحبش غير نفسه بس. طب لو قابلتهم صدمه او مشكله السيجما بيعمل ايه؟ بيفكر ويحاول يصلح، والالفا بيتحدى وبيكمل، لكن النرجسي بقى بينهار وبيوصل لمرحله الانتقام. هنا نقدر نقول ان السيجما مش بيدخل في منافسه مع حد، لان هو شايف ان الناس اللي بتحاول تقارن نفسها بحد تاني هي ناس مش عارفه قيمه نفسه، لكن السيجما عارف قيمته كويس جدا. طيب تعالوا نتعمق شويه في السيجما في العلاقات. اولا مستحيل يديكي قلبه بسهوله وبسرعه، ولو حبك هيحبك بحكمه مش بتهور، وهيحترمك وهيخليكي تحترميه. بس خدي بالك لو حاولتي تلعبي بمشاعره هيقلب الصفحه قبل حتى ما تلحقي تكتبي اول سطر فيها. فهو بيقول لك انا مش ضد الحب، انا ضد التعلق المرضي، انا مش بكره الناس بس انا بكره التزييف، انا مش معقد انا بس مختلف. وفي الاخر اللي اقدر اقوله لك ان السيجما ده شخص لو قابلته فانت حد محظوظ جدا، فده شخص مش مصطنع، شخص صريح جدا ووجوده نادر جدا. فلو قابلته يا تحاول تبقى زيه وتحاول تفهمه، يا اما تقف على جنب وتحاول تتعلم. فهو شخص عمره ما هو كان اناني ولا عمره كان مغرور، هو بس واثق شويه في نفسه وعارف هو عايز ايه، وبيقدر يبص على الامور بنظره منطقيه بحته. هو مش عايز كل الحاجات دي، هو مش عايز كل الناس الكتيره اللي حواليه الكدابه، هو بس عايز حواليه الناس اللي بيعليهم وبيعلمهم. لو انت شايف نفسك سيجما ما تتكلمش، سيب الناس هي اللي تلاحظ، ويا ريت يعني ما تبقاش